لو سمحت ما تتكسفش من ناس ما بتتكسفش. لازم يكون عندك القدرة انك تقول لا انا مش فاضي، لا انا مش هاجي. طب وهيزعل ما يتفلق، مش احسن ما انا اتفلق؟ مش احسن ما انا ادمر نفسي وادمر مستقبلي وادمر حياتي؟ يس نو. في ناس بتتكسف تقول لا وبتضيع حياتها. طب انت مش مكسوف من نفسك قدام نفسك؟ طب انت مكسوف من حد عشان ما تحرجوش؟ ده انت اكتر واحد هتبقى محرج قدام الكوكب كله لما وقتك يضيع ولما حياتك تضيع. You have to set up boundaries، خطوط ريد لاينز، خطوط حمراء انا ما حدش يقدر يعديها. لما يكون حد عايز حاجه اقول له لا انا عندي شغل، لا انا عندي حاجه انا هعملها، لا انا عندي مواعيد انا هشتغلها، لا انا عندي كذا، لا. the power of saying no. لا مش هعمل كده. اكتر واحد محتاج يتقال له هو انت. اكتر واحد محتاج يتقال له هو الاهداف بتاعتك والتركيز على اللي انت محتاج توصل له، هو ده اللي محتاج يتقال له ولو سمحت ما تتكسفش من ناس ما بتتكسفش. انت ما تتكسفش ان انت تقدر نفسك. حاجتين ممكن يدمروا التركيز بتاعك، انك ما بتقولش لا. عارفين لا دي لو اتعلمت تقولها في الوقت الصح تبقى بني ادم تاني خالص. لو سمحت ممكن اتكلم معاك دلوقتي؟ معلش انا متاسف انا مش فاضي دلوقتي. بتزعل قوي في مصر، بتزعل جدا، رغم ان الطبيعي انك جيت لي وانت فاضي. لو انا مش فاضي مش من حقك تاخدني من وسط شغلي عشان اقعد اتكلم معاك. احترم احتياجك لو في حاجه urgent، حاجه يعني خلاص لا تحتمل ان هي تنتظر، مش شيء كارثي، ماشي ساعتها ممكن اطلع لك جزء من وقت ركز معاك. بس ما ينفعش اي وقت حد يرفع سماعه التليفون عليك يكلمك ترد. انت بتعمل ايه؟ زمان كان عندي مشكله دي، عندي صحاب كتير قوي كل واحد فيهم يرفع سماعه التليفون، يا كريم عايزين، هو عايز يرغي، هو عايز يكلمني عن مش عارف ايه، عايز يحكي لي عن موضوع كذا. فانت واحد وهم 20 بدلوا عليك في اليوم، كل واحد خد من يومك ربع ساعه، خلاص ضاع من يومك 8 9 ساعات وانت بتنام ال8 التانيين، يومك خلص. فلو ما عرفتش تقول لا لاصحابك اللي خارجين خروجه في وقت مش مناسب ليك، هيزعلوا. ما يزعلوا. زعلهم منك في الموقف ده ولا زعلك مع نفسك على نفسك في الاخر وانت قاعد فاشل ما تعملش اي حاجه، مش شاطر في اي حاجه. ومش بس لا للناس اللي عايزينك تخرج، اللي عايزين يكلموك، اللي عايزين ياخدوا من وقتك، لا للفرص اللي مش مناسبه ليك. في ناس اللي هو ايه ده في عرض ده كورس انجليزي هروح اخده. طب انت محتاجه؟ لا بس في عرض، في خصم. عارفين بيخشوا المحل يقول لك هو مش عايز يشتري جاكيت بس الجاكيت عليه سيل، عليه سيل انت بتتكلم في ايه؟ ده 800 نزل 400. طب انت محتاجه؟ لا بس فرصه. اتعلم تقول لا للفرصه اللي انت مش محتاجها، اللي مش مناسبه ليك. لو حضرتك دلوقتي بتدور على ان انت تشتغل جرافيك ديزاينر، راجل مصمم بتاع ديزاينات وحاجات من دي، وجت فرصه قدامك انك تتعين في شركه IT ولا كاستمر سيرفيس ولا مش عارف بمرتب 3 4000 جنيه، وبالنسبه لك انت محتاج الفلوس دي، فرصه حلوه صح؟ هتقول لها لا عشان مش ماشيه مع الهدف اللي انت عايز توصل له. مش اي حاجه حلوه تجري عليها، ما تبقاش عامل زي الطفل الصغير اللي دخل السوبر ماركت لقى شوكولاته، شوكولاته، بيعمل كده لقى منتوس، منتوس، هنا جيلي، جيلي. في الاخر هيفضل يلف حوالين نفسه مش عارف يجيب ولا واحده فيهم، ان هو كل ما يقرب لحاجه عينه تيجي على حاجه تانية يروح لها. التركيز بتاعك مهم قوي. فاهم حاجه؟ اتعلم تقول لا للناس اللي بيجوا لك في وقت غلط، الناس اللي بتاخد وقت زياده. فاتعلم انك تقول لا، ان اللي دلوقتي بينده لك عشان انت شاطر في حاجه، حد هنا بيستمتع ان هو يبقى ليه اصدقاء فاشلين؟ لو ليك حد كده صاحبك مش ناجح في اي حاجه في حياته، هتبقى مستمتع كده تخش تعرفه على بابا ابراهيم الفاشل حبيبي، انا كده انتيم، انت مكسوف منه في اي حته. فمحدش هيحبك لو انت فاشل، حتى انت مش هتحب نفسك لو انت فاشل. فاتعلم تقول لا.